هذا امس واحد الله يهديه دخل راسلني بعدين قال لي يا سفير انا معي لك نصيحه اخويه. قلت له تفضل اسمعك بس اختصر الله يحفظك علشان على الباقي. قال لي انت انا اشوف فيديوهاتك كلها عفويه وتجيبها بطيب خاطر وفي نفس المكان. ايوه طيب زعلني شوني بس بعدين ضحكت قلت هو صدق ليه يعني كذا. وبعدين يا غالي قال رغم ان عندك قريب 800,000 متابع وبتوصل مليون ان شاء الله، لازم انا معي لك خطه او فكره هتخليك توصل 5 مليون وتبقى المشهور الاسطوري. قلت له والله سمعني يا غالي هات في خطتك. قال تكون تنزل كل يومين فيديو. هذا البنت الاول البانت الاول او للبنت، المهم انه بند ولا بنت. تنزل كل يومين فيديو. ايوه يا غالي. ويوم تنزل الفيديو تختار مكان جميل وتتكلم بلباقه وتبين شويه من الغرور وذره من الكبر او شويه من الكمون. ايوه يا غالي. قال هكذا تضرب يكونوا ينتظروا حقك الفيديو بالساعات. اسال مجرب ما غير له. قال اسال مجرب وانا قلت هذا معه مليون. دخلت صفحتين معه 4 معلقين و2 متابعين سلف من صفحه ما ادري من جهتهم. لا ما انا اوجعني قلبي. يا ابن الحلال ما بش حاجات تدعي انك تتكبر. اسمعوا صلوا على رسول الله. قد دخلنا الفيديو هذا ندي نصيحه للمشاهير دي بيطلع وانا يا اخي الله يرحم والديك. احنا شوف مشهور من دون سيارات، من دون ما بتوزع حاجه، مشهور من دون دخل مادي. مش انت مشهور صراحه، مشهور فلذلك حافظ على اخلاقك وطلع مع الناس عاملهم كاخوانك واكسب لك ناس وخلى الناس يكسبوك. والمعرفه بين الناس زينه. اطلع لهم بطيبه قلبك وكلام عفوي وواقعي ولا تكذب ولا تتصنع ولا تغتر ولا تنزل كل يوم فيديو. والله ان الحالي حالي لو ينزل في كل ساعه فيديو.